كل شويه حد يبعت لي يقول لي يا دكتور انا بطني بتوجعني وعندي اسهال. هو انا كده عندي قولون عصبي من الزعل ولا ده التهاب امعاء مناعي زي الكرونز والقولون التقرحي؟ الفرق بينهم زي الفرق بين السماء والارض، رغم ان الاعراض ممكن تخلي الواحد يتلخبط. النهارده هنحط النقط على الحروف ونعرف امتى نقلق وامتى نطمن. مش كل الم في البطن مجرد قولون. التهاب الامعاء المناعي مرض مزمن لكنه مش خارج السيطره. يعني ايه ده ويعني ايه ده؟ ببساطه القولون العصبي هو اضطراب وظيفي، يعني الامعاء كشكل سليمه ما فيهاش غلطه، بس حركتها هي اللي متلخبطه وحساسه بزياده. لكن في الاي بي دي ده التهاب امعاء مناعي، ده مرض عضوي، يعني فيه التهاب حقيقي، يعني قرح ونزيف بنشوفهم بعينينا بالمنظار وتحت الميكروسكوب. واحد دلع في الحركه والتاني حريقه في الانسجه. منطقه اللخبطه الاعراض المشتركه، الاثنين بيشتركوا في وجع البطن، في الانتفاخ، في تغير شكل الحمام، اسهال او امساك. وعشان كده في ناس كتير بتشخص نفسها غلط وتقول اصل انا عصبي شويه، بس الحقيقه ممكن تكون اعمق من كده. الريد فلاج وعلامات الانذار، في حاجات مستحيل القولون العصبي يعملها. لو عندك واحده من دول لازم تشوف الدكتور فورا. واحد دم في البراز، ده مش قولون عصبي ابدا. اتنين خسسان مفاجئ من غير رجيم. تلاتة انيميا نقص حديد من غير ما يبقى فيه سبب معروف. أربعة سخونية متكررة أو وجع بيصحيك من النوم. القولون العصبي غالبا بينام لما تنام. كلمة الفصل التحاليل والمنظار، لو عملنا تحاليل ومنظار لمريض القولون العصبي كل حاجة بتطلع زي الفل. لكن في الاي بي دي في امراض الامعاء المناعيه بنلاقي مؤشرات الالتهاب زي الكالبروتكتين او السي ار بي عاليه جدا. هنا بقى المنظار بيورينا قرح والتهابات واضحه. ده الفرق الجوهري ما بينهم، ده اللي بيقطع الشك باليقين. هل ممكن يجتمعوا سوا؟ سؤال ذكي. ايوه، ممكن مريض الاي بي دي يكون المرض عنده هادي في حاله خمود بس لسه حاسس بمغص وانتفاخ، ده غالبا بيكون قولون عصبي مصاحب. وعشان كده الدكتور الشاطر مش بيزود جرعه الكورتيزون او العلاج المناعي فورا، لازم يتاكد الاول ان الوجع ده التهاب ومش مجرد كهرباء زياده في القولون. ليه لازم نعرف الفرق؟ لان العلاج هنا غير هنا تماما. القولون العصبي علاجه تنظيم اكل، رياضه، وادويه بتهدي الحركه. لكن الاي بي دي محتاج علاج مناعي دقيق ومتابعه عشان نمنع المضاعفات. التشخيص الغلط بيعني علاج غلط ووقت ضايع كتير. مش كل وجع في البطن هو زعل، ومش كل اسهال هو التهاب خطير. لو اعراضك مستمره او ظهرت علامات انذار بلاش نشخص من نفسنا او من جوجل، روح للدكتور اعمل التحاليل الصح. في الحلقه الجايه هنتكلم عن المضاعفات خارج الامعاء، يعني ايه المرض ياثر على العين والمفاصل والجلد. استنونا. في مدرسه التهاب الامعاء انت اللي بتسوق حياتك مش المرض. لو استفدت من حصه النهارده اشترك معانا وشاركها مع غيرك. زكاة العلم تبليغه ودمتم سالمين.